السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشاهد ثنائية عمر مرموش في الدوري الألماني هذا الأسبوع لعام 2024-2025. هنلاحظ هنا إن بداية الهدف الأول لعمر مرموش وهو هدف الفوز لفريق فرانكفورت ضد سانت باولي في الدوري الألماني. هنلاحظ هنا إن بداية الهدف الكرة مع لاعب فرانكفورت قبل منتصف الملعب، وهنا هيلعبها ناحية اليمين لزميل المدافع، وهنلاحظ هنا إنه بيلعب كرة أمامية. هنا بينطلق لاعب فرانكفورت من ناحية اليمين لاستلام الكرة دون أي رقابة في هذه اللحظة، وهنا مدافع سانت باولي بيحاول إن يضغط عليه، ولكن هنلاحظ هنا إن الكرة ما زالت مع لاعب فرانكفورت ناحية اليمين اللي بيلعب كرة عرضية. هنلاحظ هنا إن مدافع نادي سانت باولي بيخطأ في الكرة من يلعبها خارج المرمى، ولكن هنا توقع عمر مرموش لحظة خطأ مدافع سانت باولي، وهنا بالفعل الكرة تصل إلى عمر مرموش. هنلاحظ هنا إن عمر مرموش بينتظر قليلا على الكرة ثم يقوم بتسديدة رائعة على يمين حارس مرمى سانت باولي، محرزا الهدف الأول لنادي فرانكفورت في هذه المباراة، وهو هدف الفوز أيضا لفريقه في هذه المباراة. وهنا هنشاهد الهدف من زاوية تانية. هنا الكرة العرضية اللي لعبها لاعب فرانكفورت من ناحية اليمين، وهنا خطأ مدافع نادي سانت باولي، وهنا الكرة تصل إلى عمر مرموش اللي انتظر على الكرة وعمل مساحة لنفسه لتسديد الكرة في الزاوية اليمنى لحارس مرمى نادي سانت باولي، وهو هدف الفوز لفريقه في هذه المباراة. وهنا هنشاهد الهدف الثاني لعمر مرموش في هذا الأسبوع في الدوري الألماني، وهو الهدف ضد فريق فرايبورغ. لاحظ من بداية الهدف الكرة مع لاعب فرانكفورت اللي بيرجعها للاعبي ثم يقوم بلعبها ناحية اليسار، وهنا بيلعب فرانكفورت كرة أمامية تصل إلى لاعب فرانكفورت اللي بينطلق. هنا كان ممكن يسدد، ولكن هنلاحظ هنا إن بيلعبها لعمر مرموش اللي بيقوم بتسديدها مباشرة على المرمى، ولكن هنا هنلاحظ هنا إن مدافع فرايبورغ بيطلع الكرة وتصل إلى عمر مرموش مرة أخرى اللي بيلعبها من لمسية رائعة مباشرة على يمين حارس المرمى، محرزا الهدف الثاني لفرانكفورت في هذه المباراة، لأن في هذه اللحظة كان الفريقين متعادلين بهدف مقابل هدف. هنا هنشاهد الهدف من زاوية تانية. هنا لحظة الكرة من لاعب فرانكفورت من ناحية اليسار اللي بيلعبها أمامية هنا، وهنا لما لقى المدافع فرايبورغ بيضغط عليه لعبها كورة عرضية رائعة لعمر مرموش اللي بيسددها مباشرة، وهنا خطأ مدافع فرايبورغ، وهنا توقع عمر مرموش مرة أخرى وتسديدة رائعة من لمسة واحدة على يمين حارس المرمى، محرزا الهدف الثاني لفرانكفورت في هذه المباراة، وأيضا الهدف الثاني له هذا الأسبوع في الدوري الألماني لعام 2024-2025. والجدير بالذكر بأن هذه المباراة انتهت بفوز فرانكفورت ب4 أهداف مقابل هدف. في النهاية أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من مشاهدة أهداف المباريات القادمة وتحليلها. شكرا لكم.